بمناسبة عاشوراء، وعشان مناسبة عاشوراء تعالوا نعمل حلو مع بعض اسمها عاشوراء. طبعا هتقولوا لي ايه هي العاشوراء عايزه عمايل، ما احنا عارفينها طبعا، كلنا عارفينها، وكل سنه وانتم طيبين وربنا يعيدوا عليكم الايام بخير. انا هعملها بس ايه ليها اضافات كده هنضيفها مع بعض وهنشوف طعمها لان مجرباها قبل كده، طعمها هيعجبكم قوي. تعالوا مع بعض نشوفها هنعمل بيها. هنا عندي كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. بصوا بنعمل مع بعض النهارده العاشوراء، سهله وبسيطه وجميله وهتغذي ولادك، ولو مثلا حد مش حاببها ممكن بالوصفه دي يحبوا طعمها. اول حاجه جبنا البليله، نقعناها شويه ونغسلها كويس جدا، وبعدين بنحطها في حله على النار بمقدار ميه كويس، وبعد كده طبعا بنولع النار عليها نار هاديه، بتتسلق بس بندوس عليها في السليق شويه انها تستوي. وبعدين عندك طبعا ايه مكونات بسيطه وسهله جدا، وبعدين بتقومي حاطه لتر من اللبن زي ما انت عايزه على حسب الكميه اللي انت عاملاها. لو انت عامله مثلا ربع كيلو بتحطي كيلو الا ربع، لو انت عامله مثلا نص كيلو بتحطي كيلو من اللبن. تمام. وبتقومي انا طبعا ضفت كيس كاستر. الكاستر بيدي لها طعم حلو، بيدي لها قوام حلو، بيخليها يعني ايه بتوديكي في حته تانية غير العاشوره التقليديه بتاعتنا. بس وبتقومي طبعا حاطه السكر بالمقدار اللي انت عايزاه على حسب طبعا انتوا بتحبوا السكر كتير او قليل براحتكم خالص. انا هحطها طبعا بحب قوي وبتقومي مقلبه المكونات دي كلها مع بعض. بس طبعا وبتقومي عامله ايه بقى، دول كانوا معلقتين نشا كبار على شويه لبن بس، وبتقومي مقلبيهم كويس قوي، بتقومي حطاهم مع التقليب. بعد ما بتحطيهم بتقلبي بسرعه عشان ما يحصلش تكاتل مع في النشا، لان طبعا الحاجه على النار. وانا كنت مجهزه الطواجن بتاعتي الصغيره اللي هغرفها فيها اهي. الوصفه سهله جدا وبسيطه جدا وطعمها جميل. عايزاكم تدوقوها بالف هنا وشفا وتقولوا لي رايكم ايه. اهي بصوا بتقلبوا بقى كويس جدا اهو علشان ايه النشا ما يبقاش فيها تكاتل او تكلكع. بس تقلت معايا طبعا وانا بقلبها، تقلت معايا وطيت النار عليها اهو. اهي وكان عندي حته قشطه، طبعا القشطه دي برضو اختياريه مش اساسيه، بس انا قلت ايه يعني اعزز قيمتها شويه، خليها كده دسمه، وعشان لو عندك اطفال بتاكل تديها قيمه غذائيه عاليه. بس وبتقومي اهو مقلباها كويس قوي وهي تقلت اصلا معايا، وبقوم غرفاها، ببتدي اغرفها في الطاجن اهو. بسيطه جدا وسهله جدا، ومش بنهتم ان احنا نجيب اللي هو البليله ونعملها وصفات حلوه قوي. على طول نعمل مثلا رز بلبن يا مهلبيه، لا غيري. طبعا ده كيس الكريم كراميل اللي هو الكراميل بتاعه اللي هو بيبقى في الكيس. طبعا نجرشت بيه اطباق من فوق وادتني منظر حلو، والعين بتاكل قبل البق. والف هنا وشفا عليكم، وكل سنه وانتم طيبين، وما تنسونيش في اللايكات بقى. ربنا يبارك لكم ويعود عليكم الايام بخير يا رب. سلام.